وليد صلاح الدين يكتفي بتطبيق لائحة العقوبات على اللاعبين ويرفض تجميد المستحقات على التعثر أمام بتروجيت في الدوري، ويؤكد ثقته في عودة الفريق للطريق الصحيح في مباراة المصري القادمة في الدوري. الانتخابات بدأت من اليوم، وقائمة الكابتن محمود الخطيب تستقبل الأعضاء. اليوم انتخابات الأهلي وانتخاب مجلس إدارة بقائمة الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ. إمام عاشور سيعود غدا للمشاركة في مران خفيف قبل السفر مع بعثة الأهلي للإمارات استعدادا للسوبر المصري. بركات وبلال مرشحان لخلافة أحدهم لأحمد شوبير في شاشة قناة الأهلي. فريق الأهلي راح من التدريبات اليوم وسيعود غدا لاستعدادا لمباراة المصري في الدوري. الأهلي على أتم الاستعداد لخروج أشرف داري معارا مع تحمل جزء من راتبه في حال الفشل في تسويقه، واللاعب يرفض الخروج من الأهلي ويريد استكمال عقده مع النادي الأهلي. تروب المدير الفني للنادي الأهلي يوضح تراجع مستوى الأهلي بسبب الحالة البدنية الضعيفة وغياب لاعبين مؤثرين زي إمام عاشور وحسين الشحات، ويعمل على تجهيز الفريق بدنيا وتصحيح الأخطاء. عمرو الحلواني مديرا فنيا لقطاع البراعم، وحسام عاشور بديلا له في أكاديمية الأهلي في التجمع الخامس. أحمد رضا يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة. محمد شكري وأحمد سيد زيزو اشتكوا من العضلة الخلفية في مباراة الأمس، وقال للجهاز الفني والجهاز الفني فضل إراحته وذهابه للاستشفاء للتخلص من الإصابة البسيطة. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي يعلن سفر إمام عاشور وكل المصابين بما فيهم حمزة علاء الغير مقيد مع الفريق إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب سفر كل الجهاز الطبي والفني. رسميا شركة بريد فاست راعيا لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات. وليد صلاح الدين يطالب رابطة الأندية واتحاد الكرة بمنع دخول المصورين والصحفيين لأرض الملعب بعد أزمة أحد المصورين مع عبد القادر أمس، ويؤكد أن ما يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة أخرى في العالم، ولا يوجد أي احترام لخصوصية اللاعبين. أحمد سيد زيزو يعاني من إجهاد طبيعي وسيكون جاهز للمباراة المقبلة أمام المصري في الدوري. تروب المدير الفني للنادي الأهلي لم يطلب أي لاعب جديد، ودي معلومة مؤكدة، ولكن احتياجات الفريق معروفة للكل. الأهلي يستعيد جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا أمام المصري في الدوري بعد العودة من الإيقاف. مجلس إدارة الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد مجلة الأهلي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.